السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة جايبه لكم حاجة سهلة وبسيطة وسريعة، ان شاء الله تكون سهلة عليكم، علشان يكون معاكي كل حاجة كده. ان شاء الله تكوني ملمة بكل حاجة في الخياطة، ولو اتطلب منك اي حاجة مفيش حاجة تقفي عليها بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض مقاسات الملاية المظبوطة، اللي هي الملاية الفلات، اللي هي الملاية العادية خالص. وهقولك برضو لو هتعملي حاجة بكورنيش ايه المقاسات اللي هتعمليها، وهظبط معاكي كل حاجة ان شاء الله. انت بتعملي انا بعمل الملاية بقد ايه؟ انا بعمل الملاية ب5 متر الا ربع. طب ليه؟ لان انا بعمل الملاية مترين ونص. لو انت هتعملي الملاية بتاعتك مترين وربع هتجيبي 4 متر ونص. معاكي دي ومعاكي دي، لكن انا بحب اعمل الملاية بتاعتي مترين ونص، علشان زي ما بنقول الحاجة تبقى وافية وكويسة، وزبونك يروح ويرجع لك تاني ويجيب لك كمان معاه زباين كتير. اول حاجة دول ال5 متر الا ربع، انا هظبطهم زي ما هم جايين بالتطبيقة بتاعتهم من عند بتاع القماش. مش هعمل فيهم اي حاجة غير ان انا هبدأ اطبقهم كده على يعني هو القماش جاي متطبق على الاتنين، فانا هطبقه مرتين كمان، يبقى كده معايا 4 طبقات. طيب هعمل الجزء ده، دي كده انا بوصي فيه المخدات يا جماعة، المخدات الطويلة. هعمله حوالي 86 سنتي عرض القماشة كده وهي مفرودة، 86 سنتي، بحيث ان احنا لما نفتحها، لما افتحها من ال86 هتصفي معاكي على 43 44 زي ما يطلع معاكي. تمام، انا كده بظبط بس القماشة بتاعتي اهي على ال86. عايزة تخليها 88 مفيش مشكلة، بس هو 86 مقاس وافي وحلو، ومش وهيظبط معاكي، وان شاء الله مفيش زبونة هتشتكيلك من المقاسات دي ابدا. اتوكلي على الله واعملي. وطبعا هتكلم معاكم دلوقتي لو هتعملي حاجة بكورنيش هتظبطيها ازاي. كده خلاص انا خدت كده ال86 متكررة مرتين، مرة فوق كده اهي، كده معايا متكررة مرتين، ركزي معايا. خلاص بقى كده هفرد القماشة، هفردها كده بالطويل، وهبدأ ان انا هسيب طرف. شوفي انت بقى عايزة مثلا الطرف الغامق ده تسيبيه في المخدة، ولا هتقصيه وتاخدي الخدادية، جزء الخدادية من الجزء الفاتح، على حسب انت ما تحددي. انت ممكن تكوني جايبة الملاية ما فيهاش كنار فتبقى كلها شكل واحد. هتاخدي بقى تفرديهم كده بالطول زي ما انت شايفة معايا كده، هيبقوا معاكي طوال جدا، الطول بتاعهم طويل. انا ما بعملش حاجة غير ان انا باخد منهم 60 سنتي كده من الطول بتاعهم، والباقي كله خليه في المخدة. المخدة كده معاكي هتبقى حوالي 170 سنتي او 172 سنتي. عقبال ما بتقفليها وبترفي من الناحيتين، المخدة معاكي بتكون متغطية كلها من الأطراف. الزبونة بتحب كده، لأن المخدة بتاعتها ما تكونش فيها باينة، ما تحتاجش إن هي تعمل راس للمخدة. تعملي المقاسات دي إن شاء الله زباينك هتفرح جدا بالمقاسات دي، واللي هياخد منك طقم هيجيب لك عليه زبون واتنين بإذن الله، وهيرجع لك تاني لأن مقاساتك مظبوطة وتمام. طيب كده خلاص، انا بعد ما خدت بقى اللي هم ال60 سنتي دول وسبت الباقي كله ومش هاجي جنبه، انا بس كده هساوي القماشة وهفتحهم من بعض، لان انا كده طبعا كنت مقفلاها على المقفول، مطبقاها على المقفول، فكده هم لازقين في بعض، فهفصل بس علشان كده يكون معايا كيسين مخدة. طيب كده خلاص كيسين المخدة، والجزء اللي انا طلعته ده انا هطلع منه القلابات بتاعة الخدادية من ورا. تمام، هطلع منها القلابات بتاعة الايه، الخدادية من ورا. هنستفاد بيه يعني، مش هنرميه ان شاء الله. كده خلاص دول كده كيسين المخدة بتوعي. زي ما قلتلك الطول خليه 170، انت خدي الطول كله ما تاخديش منه. وهنا بقى الجزء بتاع الملاية اللي باقي، انا هاخد منه عرض 57 سنتي فقط. ده كده عرض الخدادية، يبقى الخدادية بتاعتك بتكون عرض 57 سنتي، والباقي كله بيكون ملاية. كده انا هطلع من ال57 سنتي دول وشين الخدادية، والجزء اللي ورا ده هطلع منه
الظهر والقلابات بتاعه الخداديه. طيب لو انت عايزه الخداديه بقى وشها فاتح هتعملي الوش من اللي احنا خدناه ده. لو انت عايزه الخداديه وشها غامق هتعملي الوش اللي احنا خدناه من المخده. هنا انا بقيس الملايه وبوريك ان هي طالعه معايا 2 متر ونص الا 3 سنتي تقريبا. يعني الملايه كبيره ما شاء الله. لو انت عايزه تعملي الملايه 2 وربع هاتي 4 متر ونص وقصي بنفس الطريقة هتطلع معاكي الملاية 4 متر والملاية 2 متر وربع. لكن هي ما فرقتش من ربع متر معاكي وبتطلع معاكي المقاسات مظبوطة. والزبون بصراحة بيكون فرحان بالملايات خصوصا لو الملاية كبيرة ووافية. هنا كده خلاص انا هقص بقى الوشين بتوع الخدادية من الجزء اللي هو عرضه 57 سنتي. وانا هنا هحدد الطول بتاعي انا بعمله 75 بالخياطات. تمام 75 بعد ما بتصفي خياطات طبعا فوق وتحت بتطلع معاكي الخدادية مقاسها مظبوط وكويس. اهم حاجة ان انت الحاجة تطلع معاكي مظبوطة علشان الزبون بيتضايق جدا من الحاجة اللي بتكون ضيقة. واحنا كلنا لو اشترينا طقم ولا حاجة بيكون الخدادية او المخدة ضيقة بصراحة الواحد بيكون متضايق جدا جدا من المقاسات اللي هي الصغيرة دي. كده خلاص عرض الخدادية انا قلت 57 سنتي بالخياطات. 57 علشان بيصفي معاكي على 55 او 54 كمان. وطول الخدادية 75 سنتي. 75 سنتي عقبال ما بيصفي ممكن يصفي معاكي على 72 وعلى 70 على حسب انتي ما بتاخدي خياطات مقدار الخياطات بتاعتك قد ايه. تمام اتمنى كده تكون المقاسات سهلة وبسيطة معاكم وتطبقوها وتكون سهلة عليكم. القلابة اللي فوق بتكون طبعا اصغر من القلابة اللي تحت شوية. فبعمل القلابة اللي فوق مقدارها 25 سنتي. 25 سنتي وبفصلها كده عن القلابة اللي تحت. والباقي كله بعمله قلابة اللي تحت بتكون كبيرة ما بقصش منهم اي حاجة. طب ليه ما بقصش منهم اي حاجة؟ علشان انا عايزاهم الاتنين يكونوا داخلين في بعض مش عايزاهم يكونوا بعاد عن بعض. يبقى انت الجزء اللي هيطلع من المخدتين انت ما بتقصيش منه اي حاجة خالص غير ان هو انت بتفصليه وبتسيبيه كامل زي ما هو علشان تدخليهم كده اهو. شوفي كده اهو هيدخلوا جوه بعض علشان تكون الخدادية متغطية. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة ويكتب لنا كومنت حلو علشان يشجعنا ان احنا نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.